ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسل عليك حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله. لما بحط لهم يا جماعة فين تراي أحسن ما نحط لهم عيش ناشف، لأن الناشف ممكن يعور زورهم، وممكن كمان حتى لو طحنينه برضه بيبقى ناشف عليهم وبيجي يأكل الزغاليل، ممكن يعور الزغاليل في زورهم برضه. فالأحسن إن احنا نحط لهم تراي أهو. بس المشكلة إن المفروض وأنا قاعدة بفرفته لهم كده بإيديا على قد بقهم كده، بس الوقت عشان ماسكة التليفون سبته لهم سليم. المشكلة ساعة ما بيشبعوا والعيش دوت بيبقى قدامهم كتير، هما الرغيفين بس اللي بحطه لهم عشان ياكلوهم على طول ويخلصوهم وما يتبقاش منهم حاجة، لأن اللي بيتبقى منهم لو حطيت أكتر من رغيفين بيتبقى كده فضلات كده، بس لقم كبيرة كده. ببص ألاقيهم واخدينه عاملينه بدال القش، مقشقشينه يعني. بيحطوه بقى مطرح القش ويقبضوا عليه. فانا بدور بقى كده في القفاص بتاعتهم دي، وبقعد احوشه تاني، انا احوشه وهم يرجعوا تاني، فبضطر ان انا اقطعه بقى لقم صغيره جدا على قد بقهم ياكلوه على طول. الصغير القوي دوت ما بيعرفوش بقى يشيلوه ويروحوا يحطوه في العش بتاعهم ويعششوا بيه، يقشقشوا بيه. فكده احسن يا جماعه ناخد بالنا. اللي بيحط عيش سليم ويكسل زيي، انا ما بكسلش الا لما بيكون التليفون في ايدي، مش بكسل، ببقى فاضي. بس انتوا بقى ما تكسلوش بقى وتحطوه كده سليم كده، ولا تحطوا لهم العيش ناشف يا جماعه. العيش دوت ساعة ما تجيبوه سخن وهو سخن تحطوه في كيس وتسيبوه يبات، تيجوا تاني يوم تمسكوه بقى تفركوه في ايديكوا كده، يبقى مفرول بقى كده وناعم، وينزل بقى قدام الحمام كده ينقطه بسرعة وياكل. الطريقة دي جميلة جدا يعني، عن لما بنبيته عادي كده ونفرده ونبرده وبعدين نعبيه في الكيس على اساس ان احنا اللي هناكل يعني. نيجي نقطع لهم منه رغيفين بكره تاني يوم يعني، بيوجع ايدينا كده واحنا بنقطعه. عشان كده بسيبه لهم سليم. لكن لو وهو سخن وحطيناه في الكيس وفركناه بايدينا تاني يوم بيبقى جميل جدا اي نوع عيش. فمتعوده انا اعمله كده، بس المره دي بقى اخدت لهم رغيفين من اللي احنا بناكله وحطيت لهم كده، بحس انه مجلد بقى كده، بيشدوه بالعافيه كده. ما شاء الله عليهم. نصلي على النبي سوا كده في الكومنتات يا جماعه. صلى عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما ننساش كده نحط ليك جميل كده فضلا وليس امر. قناه تكبر كده بنفسكم باذن الله، تلف في العالم كله كده وتسهيل على الله بنفسكم معانا يا جماعه. ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب. والله لما انا اوريهم بقى اوريهم الحمام خلاني واقف على راسي، فمش عارفه ما نقدرش اجيبه، كنت عايزه اصوره لكم. اللي يقف على راسي ماشي، اللي يقف على كتفي ماشي عادي، احنا اصدقاء. هم دول اصدقائي يا جماعه، انا قاعده معاهم بقالي ساعتين، مش عايزه انزل واسيبهم يعني بصراحه. بصراحة يعني بحب أقعد معاهم وبفهمهم، يعني بحس إن أنا ببقى فاهمة الحمام عاوز يقول إيه. اللي عطشان اللي غضبان على المية أم برتقان دي بيجي ويبص عليا وأنا قاعدة، يفضل يلف حواليا ويبص عليا، يعني عطشان حط لنا بقى مية بيضة ينوبك صباح. فأنا بقى بصراحة مش عايزة أحط لهم مية بيضة إلا لما يشربوا ده. حط لهم يا جماعة غليت قشر الاستفندي والبرتقال وليمون وغليته وضربته في الخلاط
وضربت معاه توم ني وبصل ني، كله بقى في الخلاط. عايزين تصفوه وترمي التفل بتاعه للفراخ ماشي، مش عايزين تصفوه وتنعموه قوي برضو ماشي. بيتحط اهوت في السقايه. وبس انا حمامي انف، يعني في كل فيديو بقول ان انا حمامي انف ما بشربش الحاجه الا بالعافيه. فانا سايباهم لما يشربوا دول، مبينين اهمت كلهم برتقان اهو، عصير برتقان. طب الشيح وقلنا ماشي عشان ريحته مش حلوه، انما البرتقان والاستفندي ريحته جميله بس حمامي انف. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا جماعه، اللهم امين. ولو ما شربوش بقى انا هغسلها وانضفها واحط لهم ميه بيضاء، افتح نفسهم تاني بقى. يجوا عندها ازاي؟ ماما البيضه ديت بتيجي عند الميه وتشمها وترجع. وممكن اسيبه وازوده لهم ميه بيضاء يبقى خفيف شويه يعني، ما يبقاش مركز كده. الثاني دايما بحب احط لهم المشروب بتاعهم يبقى مركز علشان يجيب نتيجه. بس الحمام بيدعى عليا يعني، مش عايزه الحاجه المركزه. نصلي على النبي سوا في الكومنتات كده يا جماعه. صلى عليك يا حبيبي يا رسول الله. لسه بتتفقوا تقولوا ال7 كلمات. الذكر جوه الصندوق وبينادى على النتايه تنزل. انا كده بفهم كلامه، بفهم هو بيقول لها ايه. ما تنزلي عنده احسن، هيجيلك. طب اطلع لها يلا. هو عمال يبني البيت وقلبه على المباني بتاعته وعمال يعشش، هي سابته ونزلت. المفروض هي اللي تفضل نايمة وهي اللي تعشش، بتفضل نايمة يوم أو يومين قبل ما بتبيض، بتظبط المكان كده عشان تبيض فيه. بس بدل ما نامتش هو اللي نايم اهو، بيقشقش بيلم قش ويحطه وهي ما نامتش، يبقى قدامها بتاع 3-4 أيام كده على ما تنام. حتى يوم في الأول كده بشوف الحمامة كده أول يوم نايمة وتاني يوم بالليل. دلوقتي ليه؟ عايزة أعرف. جاي تدور عليها اهي على الأرض اهي، نزلة تاكل. تعالى كله بعدين اطلع قشقش يا موسى. يومين كده وهيبيضوا بإذن الله. تسأل على الله. ايه الطعامة دي؟ ايه الطعامة ديت يا ودي؟ طيب منك. بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله عليه. دي المدام بتاعته. تعالي شوفوا جوزك واقف لوحده ليه يا روح. راح تزوج. ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله. اللي جنبه دور ماما، لكن الذكر دي بلدي ومولود عندي هنا. يعني كان عندي زغلول طالع لسه من البيت. ده حاجات كده بيبقى لها مواقف يا جماعة ما بتتنساش. يعني هو كبير في السن واتجوز النتاية صغيرة في السن جدا، كان عمرها 2 شهر وكان بيروح يوشوشها عايز يلف عليها وهي عندها 2 شهر. فضل معاه لغاية ما هي خلصت 3 شهور وبعدين عملوا عش بقى وولفوا سنة. بسم الله ما شاء الله عليه. تاني الأنثى راحت منك فين؟ جات لك اهي، جات لك اهي.
عمالة تاكل وسايباه، ما عزمتش عليك بالأكل. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فيديو صغير كده يا جماعة، يا رب كده تكونوا استفدتوا منه، يكون خفيف على قلبكم، اللهم امين. وما ننساش اللايك كده يا جماعة، والدعاء كده في الكومنتات كده، كومنت حلو كده في الصلاة على النبي، في دعاء كده ربنا يوسع علينا وعليكم، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.